بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحباب في الله، موضوعنا النهاردة هو تفسير رؤية البطاطس في المنام. الحلم بالبطاطس دليل على كل ما فيه خير للرائي على العموم، إلا أن الاختلاف يكمن في بعض التفاسير حول الحالات التي يظهر بها البطاطس في المنام. ومن أهم ما جاء في بخصوص هذا الأمر، أقدم لكم الحلقة بتاعت اليوم، تفسير رؤية البطاطس. فدلالات رؤية البطاطس في المنام تشير إلى ما فيه خير للرائي، فإن كان الرائي صاحب المنام تاجر ورأى نفسه هو يتناول البطاطس، فده دليل على إيه؟ على نجاح في التجارة بتاعته، وعلى إن التجارة بتاعته ستزدهر ويحصل منها على ربح. تمام. والبطاطس المسلوقة في المنام دليل على الشفاء من المرض بالنسبة للرجل. البطاطس المسلوقة في المنام دليل على الشفاء من المرض للرجل، وبالنسبة للمرأة تحقيق للطموحات والنجاح في هذه الحياة. لكن ايه اللي مش محمود في البطاطس في المنام؟ على وجه العموم لكل الطوائف، للبنت العزباء، للمرأة المتزوجة، للمطلقة، للأرملة، للشاب الأعزب، للرجل المتزوج، للمطلق، للأرمل. اللي مش محمود في المنام البطاطس المقلية. البطاطس المقلية دي مش محمودة في المنام نهائيا، لأنها بتدل على إيه؟ بتدل على الهم وتدل على الكرب، وكذلك الحال مع تغير لون البطاطس في المنام، إذ يدل على شر سيلحق بالرائي. أما عند رؤية البطاطس وهي في الحقل مليئة بالأتربة، يعني بيشوف الرائي وهي في الحقل وبيخرجوها من الأرض ومليانة أتربة، فهنا الرؤية طيبة جدا تبشر بتحقيق الأحلام والأمان بأمر الله تعالى. بينما يكمن شر هذه الرؤية في رؤية البطاطس وهي مقلية زي ما قلت لكم، او كانت معفنه، يعني معفنه او مقليه، الرؤيه غير محموده، ان بتعني ايه؟ الهم والمشاكل اللي هي هتقابل الرائي خلال الفتره القادمه. اما عند رؤيه صاحب المنام شراء البطاطس في الحلم، الشراء عندما يذهب الرائي ليشتري البطاطس في المنام، فالرؤيه هنا بتعنيها ايه؟ بتعني وقوع الرائي في ازمه، وقوع الرائي في ازمه ماليه، وهذه الأزمة ستكون كبيرة. لكن إن أخذ هذه البطاطس واشتراها وذهب بها إلى المنزل والزوجة طبختها، فهنا الرؤية بتصير محمودة، لأن بتعني وتدل على التخلص من الكرب والتخلص من الهموم بأمر الله تعالى. ورؤية صاحب المنام أنه مقدم على شراء البطاطس المطبوخة، بيشتري بطاطس وكانت مطبوخه، دي دليل على تخلصه من الازمات النفسيه اللي هي توالت عليه بسبب الهموم وسبب الضغوطات بتاعت الحياه اللي هي كان بيعاني منها خلال الفتره الماضيه. تمام. والبطاطس طبعا في بعض الناس بتقول على البطاطس هي البطاطا، وناس بتقول عليها البطاطس بالنسبه لاخواننا العرب، يعني في بعض الدول الخليجيه بيقولوا عليها البطاطا. تمام. البطاطا هي البطاطس اللي احنا بنقصدها في المنام، يعني بتدل على دخول في مرحله جديده في الحياه. هذه المرحله بتكون فيها هناء وراحه البال. عند حصد وزرع البطاطس في المنام الرؤية محمودة جدا، بتدل على خير، بتدل على رزق وفير سيأتي للرائي خلال الأيام القادمة بأمر الله تعالى. وعندما يقدم الرائي على غسل البطاطس من الأتربة اللي هي عالقة فيها بعد ما أتى بها من حصادها، فالرؤية هنا بتعني ترك الهم وترك الحزن وتخلص الرائي من الهم والحزن والكرب الذي يعاني منه. ورؤية البطاطس المطبوخة زي ما أنا قلت لكم هي تعد من الرؤى المبشرة
لأنك تدل على إيه؟ على النقلة الإيجابية، التغير الإيجابي اللي هو سيقدم في حياة الرائي خلال المرحلة القادمة في الأيام الجاية بأمر الله تعالى. بينما رؤية البطاطس اللي هي بتكون فاسدة أو عفنة، الرؤية هنا غير محمودة إذا كانت فاسدة أو عفنة، لأنها بتدل على أزمات، بتدل على مصاعب ستواجه الرائي في الأيام القادمة. وعند رؤية الرائي إنه بيفرق البطاطس، بيفرقها عن بعضها، تمام. هنا الرؤية بتدل على حصول الرأي على مراكز مرموقة في مجتمعه، وقد تدل الرؤية على فعل الخيرات أيضا، وتدل على التصدق بأمر الله تعالى. وهذا ما يتعلق برؤية البطاطس في المنام. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.